شبيبة الثورة وتضييع الكرة ماذا يقول الحكم؟ الخطأ. اي 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 الخطأ من ابراهيمي. والحكم كان طلب المعلومة من المساعد الثاني السيد بن حمودة محمد لامين. اذا كان يطلب انه اذا كان فيه داخل المرمى او داخل اقول منطقة العمليات، فعلا داخل منطقة العمليات بالقدم اليسرى من ابراهيمي وضربة جزاء كونتاكت. يعني شوف هنا تدخل، خلاص انتهى الامر لما يكون حتى القدم فقط تلمس الخط هو وجه لوجه تقدم والهدف الاول لصالح وفاق سطيف. او هذه الكيفيه، الحارس في جهه والكره في وسط المرمى. هدف مقابل صفر لصالح وفاق الصيف بهذه الكرة الثابتة وضربة جزاء اللي نشاهدها على الصورة بالعرض البطيء. هدف مقابل صفر لصالح وفاق الصيف أمام شبيبة الصيف. تكلمنا على الملح الأول وهو الجمهور الغائب، والملح الثاني بن طالب. أو تصويبة معادلة النتيجة. اوي 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 معادلة النتيجة عن طريق يمن لاعب من شبيبة الثورة. هاي الإعادة بعد ساوى تماما وايو في المكان المناسب بعد هذه الكرة أخذ ورد، ومن ضرب الكرة بالقدم اليمنى يدار لي هو رفيق إبراهيمي شارك في معادلة النتيجة بعد الخطأ اللي ارتكبه على لاعب وفاق سطيف وضربة جزاء الذي جاء بها الهدف الأول لصالح وفاق سطيف. إذن هاي الكرة بعد ما رجعت فعلا كرة ومباشرة في الشباك عن طريق وايو.